السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عكاشة وحلقة جديدة من كورة تيوب. يا ريت ما ننساش اللايك والشير. مش معانا موضوعات كتيرة النهاردة، لكن الحقيقة محتاجين نبدأ بموضوع مثير للجدل وعمل قلق يعني من امبارح لحد النهاردة بشكل كبير جدا، ألا وهو قصة لجنة الانضباط وعقوبة اللاعب دونجا. حصل تسريبات امبارح ان لجنة الانضباط قررت معاقبة دونجا لاعب الزمالك بسبب انه عمل احتفال في احد المباريات من فتره خد بالك بس عشان ايه من المصطلحات اللي هنستخدمها عشان يبقى الكلام واضح. من فتره عمل اعتقد في مباراه البنك الاهلي لو لم تخن الذاكره، يعني عمل احتفال بيقال انه احتفال غير لائق يعني. ف في هذا الشأن قررت لجنة الانضباط معاقبة اللاعب 4 مباريات طبقا للتسريبات. النهارده المستشار عزت خميس رئيس لجنة الانضباط في تصريحات رسمية لعدد من المواقع، منها موقع يلا كورة، منها موقع كورة بلس وهكذا، قال ان بالفعل صدرت عقوبة ضد اللاعب محمود ضد اللاعب نبيل عماد دونجا. طيب مبدئيا وعشان حضرتك تحترمني وانا احترم نفسي، فخلينا نتكلم ان الخطأ خطأ. يعني لو دونجا عمل فعل خاطئ يستحق العقوبة، فكلنا بنقول ان العقوبة لازم تنفذ، تمام كده، عشان كلنا نحترم بعض. لان في الاول وفي الاخر اي عقوبة انضباطية هي لترسيخ الاخلاق والقيم داخل الملعب او عامة في المنظومة الرياضية. فنحن مع العقوبة قلبا وقالبا اذا كان حدث خطأ. بالمناسبة انا حتى اللحظة انا شفت صورة طشاش كده، معرفش الفعل ايه بالظبط يعني، لكن يقال انه فعل عامة يعني ماشي، يعني ما عنديش ازمة في دي. ولكن انا عندي ازمة في ايه بقى؟ في المسطرة. لان انا جاي لك دلوقتي في مفاجأة. المفاجأة دي حطت اتحاد الكرة في ازمة. خد بالك، اولا لجنة الانضباط اتحاد الكرة قال انا ما احلتش حاجة للجنة الانضباط بشأن العقوبة، وما فيش اي حد تقدم بشكوى عشان لجنة الانضباط تناقش الامر. لجنة الانضباط بتقول ان انا من صلاحياتي ان انا لو شفت اي فعل معين من حقي ان انا اجتمع واصدر عقوبة من غير ما حد يرجع لي. خلاص ماشي، هايل جدا، ما عنديش ازمه، ما عنديش مشكله. طيب المسطره بقى اللي انا بتكلم عليها، النهارده انت عاقبت دونجا ودونجا هيتوقف. في لعيب عمل فعل، الفعل ده من شهر 1، احنا النهارده في شهر 7، يعني بنتكلم في 6 شهور. من 6 شهور في لعيب عمل فعل معين استوجب عليه العقوبة ايا كان اسم اللعيب، والعقوبة حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها لحضرتك كده ما اتنفذتش. هل ده امر عادي؟ هل ده امر يصح؟ هل كده في اللي احنا بنتكلم فيه ده هل ده وضع طبيعي؟ سيبك دلوقتي ان انت اهلاوي ولا زملكاوي، خلينا نتكلم بالاسماء. اللاعب اللي احنا بنتكلم عنه كهربا عمل فعل من شهر 1 اللي فات في مباراة القمة في شهر 1، حتى اللحظة العقوبة بتاعته ل 12 مباراة والمليون جنيه ما اتنفذتش. نبيل عماد دونجا عمل من فترة برضو من قليلة يعني مش كبيرة، من حوالي اسبوع ولا اسبوعين معرفش، مش فاكر بالظبط من قد ايه، عمل فعل معين. النهارده لجنة الانضباط اجتمعت واديته 4 ماتشات طبقا للتقارير، يعني العقوبة ما اعلنتش بشكل رسمي ولكن طبقا للتقارير يعني انها 4 مباريات. هل ده وضع طبيعي؟ نحي انتمائك، خليك انتمائك على جنب، كلمني دلوقتي كده بحق الله. هل ده وضع طبيعي؟ طيب تعال خد المفاجأة. نبيل عماد دونجا العقوبة اللي عليه، او سوري خلينا نتكلم في كهربا الاول. كهربا العقوبة اللي عليه قال لك ايه؟ قال لك اصل هي الاهلي استأنف واللاعب استأنف على العقوبة، والاستئناف اوقفها لحين لما محكمة القضاء الإداري تفصل في القضية اللي أجلتها ل1/8 زي ما قلنا لحضرتك قبل كده. يعني في كلام طلع في قناة الزمالك إن لا المحكمة قالت عدم اختصاص ولازم يجتمعوا من الفترة الجاية عشان يعني يعلنوا العقوبة، وكلام آخر بيقول يعني إن لا دي اتنقلت لشهر 8. ما اعرفش الحقيقة فين بالظبط، ولكن حتى اللحظة عامة لجنة الاستئناف ما أعلنتش عقوبتها وما اجتمعتش نظرت العقوبة. هتجتمع امتى الله اعلم، يعني لو فعلا القضيه اتاجلت لشهر 8
يبقى احنا بنتكلم دلوقتي كده ان لجنه الاستئناف لانها الزمت نفسها ان انا مش هجتمع الا لما المحكمه تقول كلمتها، يبقى مش هينفع تجتمع الا بعد 1/8. ماشي؟ طيب حلو قوي. نبيل عماد دونجا عقوبته 4 مباريات و50,000. هتيجي تقول لي ايه؟ طب ما اللاعب يتظلم وهي زيها زي كهربا والدنيا تخلص. لا. ليه لا بقى؟ هقول لحضرتك. لان لائحه الانضباط اهي، الماده 27 فقره اولى، خد بالك بس، لا يجوز استئناف عقوبه التحذير والتوبيخ والغرامه التي لا تجاوز 200,000 جنيه، دونجا واخد 50,000 جنيه، والايقاف لمده لا تتجاوز 6 مباريات او 3 اشهر، والقرارات الصادره بسبب عدم احترام قرارات الاتحاد او الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي. نقف هنا. عقوبه دونجا 4 مباريات و50,000 جنيه، اقل عقوبه عشان تستأنف طبقا للائحه الانضباط اللي انا شفتها دلوقتي وقعدت اذاكرها اهي يا جماعه. اهي الماده 27 اهي 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 لائحه الانضباط اهي معايا اهي. الماده 27 ما ينفعش انك تستأنف الا لما او اذا كانت العقوبه 200,000 جنيه او فيما فوق يعني، واقل حاجه 6 مباريات. نبيل عماد دونجا واخد 4 مباريات و50,000 جنيه، اذا لا يجوز الاستئناف. طب الحل كده ايه؟ الحل دلوقتي ان نبيل عماد دونجا من المباراه القادمه ما ينفعش يلعب. ما ينفعش يلعب. لجنه الانضباط قالت انا سلمت يوم الاثنين قبل العيد، خد بالك بس، من يوم الاثنين قبل العيد القرار. طب اتحاد الكره ما اعلنش الزمالك ليه؟ ليه اخره؟ طب ما انا بلعب ماتشات تحصيل حاصل. طب ما انا لا كنت الماتشات اللي فاتت ولا الماتش اللي فات ما لعبش ولا لاعب دونجا ايا كان يعني. اللي يخليني ان انا من يوم الاثنين لحد النهارده انا ما بلعبش مثلا يعني، هم بلاعب دونجا. ماشي، ما علينا ما علينا، امر غريب بس ما علينا. لكن انا بتكلم في نقطه معينه دلوقتي اللي الناس يعني او سوري، ده مش قال لي يوم الاثنين، قال قبليها كمان، قبليها سوري انا مش فاكر اليوم بالظبط ايه، بس هو قبليها يعني. الزمالك تقريبا لعب مباراه في الفتره دي يعني. بغض النظر مش دي المشكله، مش دي الازمه يعني. لكن انا ازمتي دلوقتي ان دونجا خلاص اتحاد الكره مجبر انه هيعلن، لان لجنه الانضباط اعلنت مجبر انه يعلن. طب النهارده حضرتك لما تعلن ودونجا يقضي العقوبه، عقوبه كهربا هيتقال فيها ايه؟ رد عليا. طب انت اصلا معلق عقوبه كهربا ليه؟ عشان في كلام ان لجنه الانضباط مش شرعيه، رغم ان انت عارف انها شرعيه. خد بالك، اتحاد الكره عارف ان لجنه الانضباط شرعيه، ولائحه الاتحاد المصري او لائحه الانضباط والاتحاد المصري، لائحه النظام الاساسي اللي تم اعتمادها من الفيفا، بتقول ان من حق ان يتم من حق الاتحاد الكره انه يعين لجنه بعد كده يتم عرضها على الجمعيه العموميه. فالاتحاد عارف ان اللجنه شرعيه، واللجنه التظلمات ده لسه مش قاعد شرباجه عارفين ان اللجنه شرعيه. لكن هم قالوا لك ايه؟ عشان كان ساعتها مباراه بص انت عشان تنصر نادي او لاعب في قضيه باطله، بص انت عملت في نفسك ايه؟ يعني انت عشان تخلي كهربا يلعب السوبر رغما عن انف اللوائح والقوانين والادب والاخلاق وكل شيء، رحت عامل ايه بقى؟ دخلت نفسك في دوامه. النهارده لما دونجا يطبق العقوبه، المفترض ان انت منتظر يوم 1/8 قرار المحكمه. انت عارف ان القرار في صالحك على فكره، يعني انت عارف ان القرار في صالحك، ان اللجنه شرعيه او في صالح اللجنه يعني. بس يا سيدي انت قلت هنتظر، فمعنى ان انت بتقول هنتظر ان ممكن يحصل كده ويحصل كده. طب لو دونجا قضى العقوبه والمحكمه قالت انها مش شرعيه، انا ماشي على كلامكم على فكره، المحكمه هتقول اللجنه شرعيه وكل حاجه تمام، لكن انا ماشي على كلامكم. هيتقال ايه؟ هيحصل ايه؟ العقوبه اللي قضاها دونجا هتمشي فيها ايه؟ او هتعمل فيها ايه؟ اتحاد الكره دلوقتي قدامه حل واحد عشان ينقذ نفسه، انه ما يخطرش الزمالك بالعقوبه. بس لما يجي يخطر الزمالك بالعقوبه، لو لجنه الظلامات مسلماها، هي مسلمه اتحاد الكره بتاريخ معين، والمفترض ان العقوبه دي بتتسلم للنادي اعتقد في خلال اسبوع. فلو حضرتك اتاخرت بعد الاسبوع مثلا يعني،
اعتقد ان لو التاريخ، لان خلاص الراجل اعلن، مش عايز الخميس اعلن، فلو انت ما سلمتش الزمالك عشان تنقذ نفسك، خلي بالك انت مش هتجامل، ده مش عايز يجامل الزمالك، ده بينقذ نفسه لانه حط نفسه في دوامه. فلو ما سلمش الزمالك يبقى حط نفسه في ازمه كبيره، ولو سلم الزمالك حط نفسه في ازمه اكبر. كل ده ليه؟ عشان حضراتكم مش عارفين تاخدوا قرار او خايفين تاخدوا قرار. خايفين تاخدوا قرار بايقاف لاعب. ترتب على ده ايه بقى؟ ان انت خسرت ملايين. بطولة السوبر فقدت قوتها بعد ما انسحب منها الزمالك بقوته الجماهيريه، مع احترامنا الشديد لبيراميدز. بيراميدز لا يوازي الزمالك قيمه وتسويق وجماهيريه، لا يساوي ولا يوازي ابدا. خسرتوا الملايين، الدنيا كلها خسرت ملايين دولارات. مين اللي يحاسب عليها؟ ولا حد بيحاسب عليها. ماشي، لعبتوا مباراة سوبر كانت مباراة سيئة جدا، حصل فيها بقى شغب وضرب وحاجات مش عارف ايه. ماشي، اركن لي كل ده على جنب. النهارده انت كل ما يحصل فعل انت خايف تحوله، انت خايف. خد بالك، عدم تحويل اتحاد الكرة اللقطة بتاعت دونجا دي، اذا كانت اللقطة فعلا تستوجب يعني عدم تحويلها انضباط، مش حبا في الزمالك ولا عشان ما حدش عمل شكوى، لا 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 لا، عشان هو خايف يحول الانضباط عشان اللي هو عمله قبل كده. منظومة رياضية، بلاش عشان اللفظ كنت هقوله كان هقول تقيل قوي، تقيل قوي قوي يعني. هيحصل ايه؟ الله اعلى واعلم. اتحاد الكرة هيخرج نفسه من المأزق ده ازاي؟ الله اعلى واعلم. لكن للاسف الشديد النهارده قسما بالله قسما بالله قسما بالله الناس دي المفترض من نفسها انها تقول سلام عليكم يا جماعه، انا ما ينفعش اوري وشي للناس باللي انا فيه ده. ما ينفعش اوري وشي للناس، ما ينفعش اقعد واخد قرارات تاني، ما ينفعش. ولما حد طلع قال كلمتين مش على هواكوا، اللي هو ميدو، قال لك تحويل الانضباط وشكوى المجلس الاعلى للاعلام. ليه يا عم؟ هو قال ايه؟ قال ايه؟ ميدو قال ايه؟ ميدو ما قالش اي حاجه غلط خالص. حضراتكم مش عارفين تديروا، حضراتكم عاملين مسابقه غير منتظمه، حضراتكم بتكيلوا بمليون مكيال، حضراتكم افقدتوا المنتخب المصري هويته، حضراتكم فضلتوا انديه على المنتخب، حضراتكم تخطيتوا كل اللوائح والقوانين، حضراتكم عاملين مسابقات سيئه لا او تدار بعشوائيه كبيره، حضراتكم افقدتوا لجنه الانضباط هيبتها، حضراتكم النهارده خليتوا لاعبي النادي الاهلي قاعدين وعارفين ان هم مسنودين، ان هم فوق اللوائح والقوانين. حضراتكم من هنا للسنه الجايه. ايه العيب في اللي اتقال؟ ايه العيب؟ يا راجل في مسابقه دوري في العالم الانديه اللي بتتصارع على الهبوط اللي هم 6 انديه او 7 مش فاكر، 6 أو 7 انديه ما يلعبوش في وقت واحد. ليه؟ قال لك اصل الملاعب واصل عربيات الفار قليله واصل احنا مش عارف ايه. في كده في الكون، في كده في الكون، في الدنيا كده؟ اعتقد انه مفيش. يا راجل في مسابقات كاس بتاعت موسم بتتلعب في الموسم اللي بعده. يا راجل في فريق يبقى مريح 50 يوم ومتأجله فوق ال8 ماتشات. يا راجل في أندية تخلص الدوري يوم 15 16 7 وأندية أخرى بتخلص في آخر 7. ده دوري إيه اللي بيخلص على مراحل ده؟ دوري إيه؟ يا راجل بتكلمونا في إيه؟ بتعملوا إيه؟ أنا النهاردة قريت يعني ميدو طبعا ما تهتش، يعني بعد اللي اتقال ميدو ما تهتش يعني. فميدو راح كاتب تويته، راح قايل لك ايه بقى لما قالوا حاله ميدو لجنه انضباط تقريبا الفتره فاتت لما ميدو كان ساكت قالوا بقى احنا كده نجحنا ان احنا نهت ميدو يعني. فميدو النهارده راح قايل لك ايه بقى؟ صباح الخير، اوعوا يا جس العيد تنسيكوا ان طول ما عمر ما فيها عامر حسين وجمال علام لاصلاح وتطوير الكره المصريه وموجودين على راس الكره المصريه ان احنا مش هنشوف خير وهنفضل نتراجع في كره القدم. والله ما في اي مشكله شخصيه معاهم، بس لازم الناس دي تختفي من على الساحه ونجيب شباب مثقفه بتفهم وتدير الكره المصريه.
ده ميدو، ده ميدو يا باشا. ايه اللي اتقال غلط؟ معلش انا اسف يا جماعه اعذروني تاني، والله انا زي ما بقول ما ميدو قال، انا بقول قسم عظيم بالله ما في اي مشكله شخصيه مع اي حد، وعلى راسهم عامر حسين، على راسي من الناحيه الشخصيه والله على راسي، ما اقدرش اتكلم عنه، انا ما اعرفش الراجل، لكن انا بتكلم في اداره الكره المصريه واداره المسابقات. يا اخوانا ما فيش كده، يا اخوانا والله ما في كده، ما فيش كده. طب هقول لك على حاجه من ضمن الكوارث، عشان بس اقول لك ان الحاج عامر حسين مع احترامنا الشديد ليه تاني، هو يا جماعه مش حتته والله قصه المباريات. طيب الحاج عامر حسين عامل مباراه الزمالك ان شاء الله يعني القادمه مع المقاولين العرب اللي هي في كاس مصر في نفس يوم، خد بالك بس، ماتش منتخب مصر مع غينيا اللي هو يوصل مصر للاولمبياد. طب يعني هنقول ايه؟ طب ليه؟ يعني اقنعني قول لي ليه تعمل يعني ليه؟ لان حضرتك ما عندكش علم، او حضرتك مش دارس، او حضرتك مش عارف ان اليوم ده هيبقى فيه ماتش منتخب اولمبي او المفترض حضرتك ده منتخب اولمبي يا جماعه رايح الاولمبياد، والجماهير المصريه قاعده بتتابع، ان الحقيقه منتخب الاولمبي عامل مستوى رائع مع ميكالي، عامل مستوى رائع الحقيقه، وده جهد يذكر هو لاتحاد الكوره ويذكر لكابتن محمد بركات المشرف على الفريق. احنا مش ضد حد، امبارح عملوا مباراه رائعه على الجابون وقدرنا نكسب 2-0، وقبلها كسبنا مالي بهدف. مالي ده اللي خرجت السنغال اللي هي اقوى فريق في العالم دلوقتي تقريبا في الناشئين ولا في الشباب تقريبا، يعني من منتخب خارق يعني. لكن انت النهارده اهو بسم الله ما شاء الله يعني عامل مستوى محترم. فلما يبقى عندي مباراه مؤهله وتعملي في نفس يوم مباراه جماهيريه، ما جماهير الزمالك دي يا جماعه ده ملايين، وجماهير الاهلي بتقعد تتابع مباراه الزمالك، خاصه ان مباراه المنتخب الاولمبي مش مذاعه او مش متاحه على القنوات المفتوحه، متاحه على BN. فمباراه يعني الناس اصلا بتلاقي صعوبه، فاللي هو في ماتش للزمالك كمان، فانا هكسل اصلا انزل على القهوه ولا اروح اشوفها عند جاري ولا اشوفها على النت ولا اي حاجه، لا اتفرج على المباراه بتاع الزمالك اسهل لي. فده سوء اداره، ده سوء اداره. انا عارف ان الموضوع فتح مننا شويه في الكلام، بس والله العظيم يا جماعه احنا لا نرغب اي شيء الا مصلحه الكره المصريه، قسم عظيم بالله انا نفسي اشوف الكره المصريه دي في اعلى مستوى ليها والله العظيم. هيحصل ازاي؟ هيحصل بالعدل، بالمساواه، بانتظام مسابقات، بحياد، بمحاوله ان عدم الكلب كذا مكيال، لا الكلب مكيال واحد، ان الفريق الفلاني يتعامل زي اقل فريق، ان الفريق العلاني ياخد نفس العقوبات اللي بتتاخد على اقل فريق في الدوري. ده الطبيعي، ده الطبيعي. مفيش حاجه اسمها تاجيلات عماله على بطال، مفيش حاجه اسمها فتح قيد بشكل استثناء الفرق، ولما تيجي تتكلم على فرقه ثانيه يقول لك لا والله مفيش استثناء. طب ما فين؟ طب ما انا هحس باللغط. النهارده انت بتعاقب، يعني مثلا النهارده انت بتعاقب دونج، في صوره منتشره بقى لها فتره من وقت حتى المباراه لما قيل ان الاحتفال، جمهور الزمالك طلع صوره لحسام غالي مع ايفونه بنفس الفعل على فكره، ولا حصل اي حاجه ولا حد اتحرك ولا حد اتكلم. طب ما هو ده كلب مليون مكيال يا جماعه. وخلينا نتكلم تاني، الغلط غلط، العقوبه اللي اللاعب اللي يستحق عقوبه يتعاقب. انا مش هخش النار عشان انصر لاعب انا او من فريق انا بحبه او لا خالص، اللي يستحق العقوبه يتعاقب، بس كله يتعاقب، اما ان كله ما يتعاقبش. خلوا في سواسيه بين الانديه ارجوكم يعني. طيب ده الامر الاول. الامر الثاني اللي معانا طبعا احنا باركنا المنتخب الاولمبي رائع يعني، الاستاذ ابراهيم المنيسي، وده هياخدني لقضيه بوطيب اللي شغله الناس دلوقتي وقصه ايقاف القيد. طيب النهارده الاستاذ ابراهيم المنيسي اتكلم الاول على ان الزمالك عنده ايقاف قيد، وان الزمالك المهله بتاعت سبورتنج لشبونه اللي دفع الفلوس بتاعت شيكابالا يعني خلاص انتهت 1/7، ودلوقتي الزمالك عنده ايقاف قيد، وان اتحاد الكره
لازم يخطر مش عارف مين وهكذا يعني. يا استاذ ابراهيم، اولا بس خلي بالك عشان بعد كده الناس بترجع تقول ان مثلا قناه الاهلي او الناس في الاهلي او في سوري قناه الزمالك او الناس في الزمالك بتتكلم على الاهلي. خلي بالك بس النهارده الاستاذ ابراهيم منيسي بيتكلم على الزمالك، خد بالك ماشي، دي حطها بس في الحسبان يعني. فيما يخص ايقاف القيد، الزمالك عنده ايقاف قيد؟ نعم، سهل اهو، بريحك والله. بس يا جماعه الخير، في حاجه اسمها ايقاف قيد لحين الدفع. يعني الزمالك جاب صفقات، جاب لعيبه، وجي بكره الصبح اهو النهارده ايقاف قيد، راح رايح دافع لسبورتنج لشبونه او جدول معاهم، وصل معاهم الاتفاق وجدول معاهم وراح مأيد اللعيب. الزمالك يأيد اللعيبه وايقاف القيد يتشال. ايقاف قيد ساري فقط لحين الدفع. الزمالك دفع النهارده، دفع بكره، دفع في ال6 شهور، دفع في اخر ال6 شهور، ايا كان. ده اللي يعمل ايقاف قيد للزمالك 3 فترات زي ما يقال. لكن الزمالك ما عندوش ايقاف قيد، ما عندوش ايقاف قيد يا جماعه. ايقاف قيد بالمسمى في ايقاف قيد، ولكن الزمالك دفع، الموضوع خلص. عشان بس الموضوع، والزمالك هيدفع كده كده والموضوع منتهي. يعني قصه سبورتنج لشبونه محلوله يعني منتهيه. يعني مريح دماغك، انساها، ما فيهاش مشكله. الزمالك هيدفع. الزمالك عارف هو شغال ازاي وحاطط الاولويه في الملف ده ومش عارف ايه، وهيدفع، بس هو مش مستعجل. انا اول ما بخلص صفقاتي واخلص الدنيا اقعد على طول مع سبورتنج لشبونه، هوب تك 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 خلاص خلصت. طب عقوبه خالد بوطيب ال3 مليون يورو اللي قلبت الدنيا، خد بال حضرتك، الكلام ده تم التمهيد ليه من 3 ايام. من بعض الناس بدأت تتكلم، ولله الحمد والحمد لله من 3 ايام طلعت مع حضرتك هنا قلت لك ان مفيش اخبار عن او مفيش اي جديد في قضية خالد بوطيب، والمحكمة لم تصدر اي قرارات في هذه القضية حتى الان. النهارده وبعد 3 ايام النهارده الدنيا مقلوبة. حتى الاستاذ ابراهيم منيسي قال لك في اخبار واقاويل قويه جدا ان الزمالك عقوبه ثانيه بتاعت خالد بوطيب. يا جماعه الخير، تاني النهارده بقى كده لك من 3 ايام، وارجع للفيديوهات ما كله متسجل، وبقى كده لك تاني النهارده مفيش عقوبه صدرت في ملف خالد بوطيب. مفيش. هتصدر امتى؟ مع الله اعلم، ممكن تصدر كمان شويه، ممكن تصدر دلوقتي، ممكن تصدر بعد ساعه، بس وانا بكلم سيادتك وانا بكلم حضرتك حالا ما حصدرش حاجه، ما صدرش عقوبات، ما صدرش. الزمالك لم يصلوا اي شيء. ويا جماعه تاني وتالت ورابع، الزمالك مقدم اسانيد قويه في القضيه دي. يعني وارد ان الزمالك يكسب قضيه، وارد انه ما يكسبهاش. اللاعب كمان مقدم حاجات والزمالك مقدم حاجات كتير. المحكمه الرياضيه هتفصل. لو بقى حكمت للزمالك خير وبركه، الحمد لله القضيه خلصت ومش عارف ايه. لو حكمت ضد الزمالك بقى ربنا يتولانا، لان المبلغ كبير. المبلغ كبير، ولكن حتى اللحظه لم يصدر عقاب او قرار ضد الزمالك عشان الناس كركبت بطنها. مفيش يا جماعه، مفيش. قلتها لك من 3 ايام وباكدها لك تاني. انسوا القصه دي، انسى الملف ده، انساه. لما يصدر حاجه هتعرف والله، بس هتعرف بشكل رسمي، مش هتعرف من تسريبات ومش عارف ايه ومش الكلام ده، مش هتعرف. مفيش كده يعني، ما تصدقش كل ده. صدق لما يطلع قرار رسمي. القرار الرسمي طلع في مصلحه الزمالك خير وبركه، طلع ضد الزمالك يبقى ربنا يستر ويتولانا يعني برحمته بقى. فده فيما يخص الامر الاخر كنت عايز اكلمك فيه. في ملف الصفقات ان شاء الله الناس قاعده شغاله، وربنا يكرم بشكل كبير باذن الله بلعيبه تليق بنادي الزمالك وتقدر تشيل الزمالك. انا لا فارق معايا مين جاي ولا حتى عايز اسال ولا حتى بسعى ان انا اعرف. الموضوع بالنسبه لي مقفول. انا عاوز الزمالك لما يجيب لعيب بقى احسن لاعب في العالم ميسي ولا لاعب درجه رابعه، المهم ان اللعيب ده يعرف يشيل الفريق ويعني يرجع لي الزمالك على منصه البطولات مره اخرى. بس ده اللي انا مستنيه. ويا جماعه الخير، ده رجاء كده بشكل شخصي يعني. محتاجين نركز شويه على
سلبيات انديه منافسه. جمهور الزمالك شاغل نفسه قوي بسلبياته ومشاكله الداخليه وازماته، ما بيفكرش يتكلم على السلبيات الاخرى، رغم ان الانديه المنافسه ليك بتخترع لك سلبيات لو ما عندكش سلبيات. عمرك ما هتلاقي ان هم قاعدين بيجلدوا ذاتهم زي ما احنا بنعمل في نفسنا. فانا بس رجائي الوحيد نخف الضغط على نفسنا. اعصابنا يا جماعه تعبت، اعصابنا تعبت. الجمهور يا جماعه شغال جلد ذات ليل ونهار، ليل ونهار. نصبر بس يا جماعه شويه ونقول يا رب، ونقول يا رب، وربنا هيكرم ان شاء الله. وركز على سلبيات المنافسين بتوعك. انت محدش بيتكلم عنهم يا جماعه، يعني هم بيغطوا على نفسهم وانت بتغطي معاهم يا راجل. ده لما كابتن احمد الطيب طلع قال 81 مليون زملكاوي، عشان هو عارف ان البعض بيروج للفكره ان في احد الانديه هو اللي مسيطر شعبيه على مصر، وان هو شعبيته 90% و80% والارقام تتقال. فلما طلع قال لك 81 مليون، هو فاهم اللعبه، هو عارف هم بيروجوا كده، ده خلاص بقى ترسيخ في الاذهان. خلي بالك لما اقعد كل شويه اتكلم في 80 مليون وارسخها ومش عارف ايه، انا باثر على الاجيال الجديده. خلي بالك بس ان يا جماعه النادي ده هو الشعبيه وهو الجماهيريه وهو مش عارف ايه، فتلاقي نفسك احيانا كنشء لسه منجذب ليه. طبعا مع البطولات هم بياخدوا، وطبعا مع البطولات مع الحاجات دي ده اساس يعني، لكن كمان سيبك من كده. حاليا تسويقيا الطرح اللي دايما بيطرح ان 80 و90 مليون، هم بعد كده بيلاقوا من وراه تسويق، بيلاقوا من وراه شركات. اصل الشركات مش تنزل تعد يا جماعه، ده الاهلي اكثر شعبيه، انا اروح ابقى راعي الاهلي، انا مش عارف ايه ده، انا هبقى راعي كذا، ده فيوتشر مش عارف ايه، وهبقى فاهم كده. فبيخشوا يا جماعه في الحاجات دي الرعاه. النهارده لما بيتقال كل شويه يتقال الزمالك مالوش شعبيه، الزمالك مالوش جماهيريه، الزمالك مش زي الاهلي، الزمالك فريق على باب الله، الزمالك مش عارف ايه، ما عندكش رعاه، ما تلاقيش رعاه، الناس بتخاف. وبعدين ايه، تلاقي احيانا نبره من البعض كده اللي هو ايه، خلي بالك اصل ممكن جماهير الاهلي لو انت بقيت راعي الزمالك يعني يقطعوا المنتج ومش عارف ايه. فتلاقي ان بعض الناس خايفه ابقى راعي الزمالك، فجماهير الاهلي اللي هم الاعظم جماهير هم 90%، وده خطا. فلما طلع واحد زي الكابتن احمد الطيب قال لك 81 مليون زملكاوي، فاهم اللعبه وبدا ان هو يجاري الناس فيها، لا زي ما انتوا بتعملوا انا هعمل، بدل ما يلاقي مسانده، بدل ما يلاقي ترسيخ للفكره من الزملكاويه او من انصار نادي الزمالك، او حتى قناه النادي اللي المفروض برضه تشتغل على الحته دي. الراجل بقى بيلاقي سخريه من زملكاويه يخشوا يتريقوا عليه، مين هم الواحد؟ ايه ده؟ يعني انت مستقل نفسك منتظر اللي امامك هيعمل معاك ايه؟ فده رجائي والله. رقم واحد بعض من الهدوء وعدم جلد الذات مش باستمرار يعني. محاولة توفير اجواء هاديه شويه ليك انت كجمهور، والله ليك انت حتى كواحد اعصابك تهدى، بدل ما ناس اعصابها مشدوده وتعبانه وناس مريضه وحاجات زي كده. ناس والله العظيم المرض بيصيبهم بسبب الزمالك وبسبب تشجيع وحرقه الدم، وكل شويه تلاقي حد. وبعدين يا جماعه احنا خفاف قوي، خفاف قوي. تلاقي واحد راح كاتب خبر كل وراه كله بيشير. يا جماعه طب انتوا عرفتوا ان الخبر ده صح ولا غلط؟ يا جماعه طب انتوا عارفين وبيبقى خبر سلبي على النادي، طب حضرتك استفدت ايه؟ استفدت ايه لما شيرت خبر سلبي؟ انا الاقي التايم لاين كله عندي كله شير 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 الخبر سلبي. طب هو خبر سلبي، حضرتك عرفت انه خبر سلبي منين؟ اتاكدت؟ ما قسم عظيم بالله يمين وحسب عليه ما اقوله نابع من حب النادي الزمالك وغيرتي على النادي ده، ومحاوله ان النادي ده يكون هادي، يتوفر له جو هادي، لا اكثر ولا اقل. يا جماعه انا بحب نادي الزمالك، بحبه جدا. يعني في ناس ممكن ما تتخيلش حبي للنادي ده عامل ازاي. عشان كده انا ببقى نفسي النادي ده ينجح. مش هينجح لا بالخناق، ولا هينجح بالانقسام، ولا هينجح بالتراشق، ولا هينجح بالاخبار السلبيه، ولا هينجح من التقليل من نفسنا، ولا هينجح بجلد الذات، ولا هينجح باي حاجه من الحاجات دي، ولا هينجح باي حاجه من الحاجات دي. هينجح بايه؟ بالتكاتف، بان احنا نبص على حق النادي، بان احنا نحاول ان احنا نبرز الايجابيات، بان احنا نوفر جو هدوء وهكذا. بس كلمتين كانوا جوايا طلعوا، ما كانش مترتب لهم والله ان هم يطلعوا، لكن طلعوا يوصلوا بقى للناس بشكل او باخر.
اللي مستجيب مع كلامي يعني يبقى الحمد لله فضل ونعمه، اللي مش مستجيب يتجاهل الكلام ولا كانه سمعه وكاني ما قلتش اي حاجه يعني. دي كانت حلقتنا، اشكر حضراتكم، بكره ان شاء الله استنوني في حلقه جديده من كوره تيوب. السلام عليكم.